كوريا الشمالية هي واحدة من أغرب الدول في العالم، والسبب راجع لزعيمها الملهم والجبار اللي مفيش منه اتنين على الكوكب. قال على نفسه إن تعلم قيادة السيارات وهو عنده 3 سنين، وأبوه الراجل الكبار المحترم قال إنهم عيلة مثالية وإنهم مش زي باقي البشر، وإن العيلة دي مش بتعمل بيبي زي باقي الناس. منتظرين إيه بقى من كل الخزعبلات دي؟ زعيم كوريا الشمالية هو كيم يونج أون اللي تولى حكم البلاد خلفا لأبوه الحاج يونج. اتولد كيم في سنة 1884 وتولى الحكم في سنة 2011، وله جيش مخصوص لنشر الأساطير والأكاذيب علشان يثبت للكوريين إن الواد اللي ما جابتوش ولادة. عمل قوانين في كوريا بتقيد الحريات لأبعد الحدود، بداية من قص الشعر لحد لبس البناطيل الجينز المقطعة. أهلا بكم، أنا ناجي أحمد ودي حلقة جديدة هنتكلم فيها عن أغرب القوانين في كوريا الشمالية. بس قبل ما أبدأ في الفيديو ما تنساش تعمل لايك وانت معدي كده، ولو انت أول مرة بتشوفنا في القناة ما تنساش تشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نبدأ على بركة الله. بتقع كوريا الشمالية في شرق آسيا، وعاصمتها وأكبر مدينة فيها هي بيونج يانغ. بتصف كوريا الشمالية نفسها بأنها دولة اشتراكية تعتمد على ذاتها، ولكن في حقيقة الأمر هي دولة ديكتاتورية من الدرجة الأولى، وبتعتمد كوريا الشمالية على نفسها وعدم الاعتماد على الآخرين. وجيشها بيسمى الجيش الشعبي الكوري، ووفقا لوزارة الخارجية الأمريكية فإن جيش كوريا الشمالية بيعتبر أكبر رابع جيش في العالم من حيث عدد الأفراد. سياسة كوريا في الاقتصاد بتعتمد على العزلة وعدم تبادل أي تجارة مع الدول الأخرى، ده غير إنها دولة تحس إنها مقفولة على نفسها شوية كده، وده راجع للقوانين الموضوعة هناك، وأي مخالفة للقوانين دي ممكن يوصلك للإعدام. القوانين هناك صارمة جدا والشعب مقيد بها، ومن الآخر كده هم مش عايزين وجع دماغ. يعني بقى لا تقولي فيسبوك ولا تويتر ولا الكلام ده، مفيش الحاجات دي هناك. عندهم الترند الأول واليومي هو زعيمهم وعمهم كيم. كل حاجة هناك تقريبا مملوكة للدولة، حتى أكبر شركات السياحة برضو ملك للدولة، ولكنها دولة سياحية ممتازة، وده راجع لانخفاض الأسعار نسبيا هناك. عدد سكان كوريا حسب الإحصائيات 43 مليون نسمة، وهم أكثر الشعوب تجانسا من حيث العرقية واللغة على مستوى العالم، مع عدد قليل جدا من الأقليات الوافدة. تعالوا بينا بقى نعرف أغرب القوانين عن هذه البلد الغريب في كل شيء. أول قانون هو لا يسمح للشعب الكوري بارتداء البناطيل الجينز، وخصوصا البناطيل الجينز المقطعة، لأن ده بيعتبر رمز للرأسمالية اللي بتعتبر العدو اللدود لكوريا الشمالية. وكمان هناك في إجبار للنساء بارتداء التنانير اللي بتغطي الركبتين، ولا يسمح لهن بارتداء البكيني. تاني قانون هو ممنوع تصفح الإنترنت، وزي ما قلنا إن كوريا الشمالية بتحرم على مواطنيها الانفتاح على العالم، وكمان وصل بيهم الأمر إنهم يمنعوا شعبهم من تصفح الإنترنت إلا من خلال الشبكة الداخلية بهم، وبتضم الشبكة دي 28 موقع فقط، وكمان كلهم تحت إشراف الحكومة. إنما بقى مسموح للسياسيين والشخصيات العامة في الدولة، وهم فقط اللي مسموح لهم ببعض الاستثناءات. وكمان ممنوع استخدام الواي فاي في جميع سفارات كوريا، يعني لا تقول لي فيسبوك ولا تويتر ولا الكلام ده خالص هناك. لو عايز تشتغل في كوريا وانت مواطن هناك مش من حقك تختار شغلانة، الحكومة هي اللي تختار لك العمل المناسب، وده راجع لاحتياجات البلد. يعني مثلا لو الحكومة عايزاك تبقى سباك وانت محامي هتبقى سباك. يعني من الآخر الحكومة هي اللي تختار لك العمل اللي هيناسبها ويناسب احتياجاتها. أما بقى اللي مش عايز كده فبيتم إرسالهم إلى معسكرات الاعتقال للعمل القسري. من حق أي مواطن في أي بلد في العالم إن يحلق شعره زي ما هو عايز، وإنه يختار القصة اللي هتناسب شكله. يعني لو أنت مثلا راجل مصري من حقك إنك تحلق كابوريا أو استاكوزا، تقص الجنب، تطول السوالف، تحلق زلبطة، أنت حر. اعمل اللي أنت عايزه، شعرك وأنت حر فيه. ولكن بقى لو أنت مواطن كوري، لا يا حبيبي، هناك هم اللي هيختاروا لك قصة الشعر. وطبعا ده بيرجع لقانون وضعه عمنا كيم هناك في سنة 2013، ووضع قائمة هناك بقصات الشعر المسموح بها للناس في البلاد، وهي 18 قصة شعر للنساء و10 قصات شعر للرجال. والقصات دي معتمدة من الدولة، وهتلاقي القصات دي بتختلف على حسب حالتك الاجتماعية. يعني مثلا قصة شعر العازب غير قصة شعر المتزوج، وكذلك الأمر بالنسبة للسيدات. ولكن الغريب في الأمر إن عمنا كيم بنفسه مش ملتزم بالقانون ده،
وطبعا انت مجنون، انت عايز الزعيم يبقى زي عامة الشعب، ويا ويلك لو قصيت قصة شبيهة بقصة الزعيم، على الأقل ممكن يعتقلوك هناك، ده لو ما تمش إعدامك على الأقل. كوريا الشمالية دولة ملحدة بطبيعتها، بتسيطر على الكنائس هناك ولا تسمح للمواطنين بممارسة الشعائر الدينية. ويحكى بأن كان هناك رجل مسيحي أراد أن يوزع الإنجيل على بعض الناس في الأماكن العامة فتم إعدامه، وأيضا يقال بأنه تم إعدام أكثر من شخص حاولوا أنهم ينشروا بعض الأفكار الدينية هناك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا عم كيم انت. لو حضرتك مقيم في كوريا ومعاك الجنسية الكورية وعندك ولد يائس من الحياة ورمى نفسه من فوق برج القاهرة، ايه ده؟ ايه اللي جاب برج القاهرة في كوريا؟ مشيها برج كوريا بدل برج القاهرة. والشخص ده انتحر لأي سبب من الأسباب، فالقانون الكوري هناك هيقوم بمعاقبة العيلة بأكملها حتى يتم معاقبة 3 أجيال من عيلة الشخص المنتحر. يعني قبل ما تنتحر فكر كويس في عيلتك، زي ما بيقولوا كده عندنا في مصر موت وخراب ديار. الجيش هناك والتجنيد إجباري، فأي فرد واجب عليه التجنيد لازم يقضي 10 سنين داخل الجيش. أما بالنسبة للنساء فمدة التجنيد هناك 7 سنوات فقط. بالنسبة للمواطن الكوري ممنوع استخدام الكهرباء إلا بإذن من الحكومة، وكمان من غير القانون إنك تمتلك مايكروويف لأنه بيستهلك كهرباء، ولكن بعض الناس بتستخدمه في الخفاء وده ممكن يعرضهم للسجن بسبب التفتيش المفاجئ اللي الحكومة ساعات بتعمله هناك. السياحة في كوريا ليها وضع مختلف عن باقي الدول، فزي ما قلنا في الأول إن الدولة هي اللي تمتلك كل شركات السياحة هناك، ولا يجوز لأي سائح بالسفر خارج المناطق المحددة له بدون المرشدين الكوريين. وضيف على كده كمان معلومة نسينا نقولها، وهناك بيمنع المواطنين تسمية الدولة باسم كوريا الشمالية، ويجب استخدام اسم جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية. ديمقراطية على إيه؟ أنا مش فاهم يعني. وكمان هناك التاريخ بيبدأ بولادة الزعيم السابق كيم إيل سونج اللي هو جد كيم الحالي، واللي اتولد سنة 1912. يعني احنا دلوقتي في سنة 2022 ميلادية. هناك بقى في كوريا التاريخ عندهم دلوقتي هو سنة 110، وده حسب التاريخ الكوري الشمالي. من حق أي مواطن في أي بلد في العالم إن يسمع موسيقى أجنبية، لكن في كوريا وبالتحديد سنة 2015 وضع الزعيم الكوري اللي يطول عمره ويعيش على مين يعاديه قرار إن أي حد هيسمع أغاني أجنبية أو يشاهد أفلام أجنبية تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن أو الغرامة، وبتختلف العقوبة على حسب المكان اللي تم إنتاج الموسيقى فيه، وبتوصل الإعدام لو حد شاهد الأفلام الأمريكية، والسجن لأي شخص يشاهد الأفلام الهندية. أما بقى أي شخص يقوم بترويج أو بيع الأفلام الإباحية فبيتم إعدامه فورا. لا متدين يا عم كيم بصراحة، ومحدش يقدر يعترض في النقطة الأخيرة دي. بيعتبر المكالمات الدولية محرمة في كوريا، وثبت أنه في سنة 2007 قام أحد الأشخاص بإجراء مكالمة دولية وتم إعدامه. في إحدى الحوادث كانت أم تعيش مع طفلها في أحد المنازل واندلع حريق داخل المنزل، فقامت الأم على الفور بإنقاذ طفلها، ولكنها تم معاقبتها، والسبب هو إن إجباري على أي أسرة إن يتم تعليق صورة للرئيس الكوري داخل كل منزل، ويجب المحافظة على هذه الصورة. وبدلا من أن تقوم الأم بإنقاذ صورة الزعيم اللي تم حرقها أنقذت طفلها، وتم معاقبتها على إهمالها وتسببها في إضرار الصورة الخاصة بالزعيم كيم المعلقة داخل منزلها. أما بقى بالنسبة لقانون المرور هناك فممنوع قيادة السيارات للنساء هناك، ويسمح فقط لواحد من كل 100 شخص بامتلاك سيارة، وهذا من أغرب قوانين المرور في العالم. في يوم 8/6 عام 1994 توفى الزعيم إيل سونج جد كيم الزعيم الحالي، وفي هذا اليوم بيمنع الضحك أو الابتسام، وكمان ممنوع الصوت العالي أو الرقص أو شرب الكحول في هذا اليوم، وإلا سيعاقب كل من يفعل ذلك إلى إرساله للمعاقبة في معسكرات العمل أو قتله. ويطلب من السائحين عند مرورهم من أمام قبر الزعيم إيل سونج بأنهم ينحنوا احتراما له. في كوريا ممنوع مشاهدة التلفاز، وتقوم الحكومة بالسماح للشعب الكوري بمتابعة ومشاهدة 3 قنوات فقط، وكمان ده بيتم تحت إشراف الحكومة إشراف تام، وأي حد هيخالف مصيره السجن أو الاعتقال.
هناك في كوريا ممنوع على المواطنين اختيار الشقق السكنية اللي هيسكنوا فيها، ولكن من يقوم باختيار الشقق هي الحكومة، ومش أي حد يمكن له الإقامة في العاصمة إلا بإذن حكومي. وكمان مش أي شخص هيقدر يقيم هناك إلا إذا كان متفوقا في الدراسة أو مرموق في المجتمع أو شخصية دبلوماسية داخل كوريا. وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب أن أكون عجبكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.